واحد من أشهر المعارضين السياسيين في تاريخ المملكة، عاصر 3 ملوك مغاربة، وعرف بنضاله ضد الاستعمار الفرنسي ومعارضته الشرسة لنظام الحسن الثاني اليهودي الذي آمن ودافع عن القضية الفلسطينية، الرجل الذي قضى ربع قرن بين السجون والمنفى، مانديلا المغرب أبراهام السرفاتي. ينحدر أبراهام البير السرفاتي من أسرة يهودية تعود جذورها إلى اليهود الذين طردوا من الأندلس عام 1492 واستقروا في المغرب. درس السرفاتي بثانوية اليوط الشهيرة قبل أن يلتحق بالمدرسة الوطنية العليا بباريس، ويكون أول مغربي يتخرج منها عام 49 وألف بدبلوم في الهندسة المدنية للمعادن. عام 52 وألف نفي السرفاتي وشقيقته إيفلين إلى فرنسا لمشاركتهما في انتفاضة الدار البيضاء المناهضة للاستعمار، والتي جاءت حينئذ ردا على اغتيال الزعيم التونسي فرحات حشاد. بعد حصول المغرب على استقلاله سنة 56 وألف عاد السرفاتي إلى المغرب وتولى إدارة مكتب الزعيم السياسي اليساري عبد الرحيم بوعبيد الذي كان وزيرا للاقتصاد، ثم اشتغل فيما بعد في المكتب الشريف للفوسفات، لكنه طرد صيف 1968 بسبب تضامنه مع إضراب عمال المناجم. لم يكن السرفاتي ممن يعشقون حياة الطرف، رغم أن كل السبل كانت متاحة أمامه ليعيش في رغد. حياته تميزت بالنضال ضد الرأسمالية ودعم نضالات الطبقة العاملة، إذ شارك في انتفاضة الطلاب في 23 مارس من عام 65، كما ساهم إلى جانب عبد اللطيف اللعبي في تأسيس مجلة أنفاس التي تميزت بمناهضة الإمبريالية والثقافة الاستعمارية. سنة 1970 انفصل السرفاتي عن الحزب الشيوعي المغربي ليؤسس حركة إلى الأمام اللينينية الماركسية ولمواقفها المعادية لنظام الحسن الثاني، بالإضافة إلى تشكيكها في مغربية الصحراء. اعتقل السرفاتي في يناير 1972 وأفرج عنه بعد 3 أشهر، ثم حكم عليه بالسجن المؤبد في 1977 بتهمة الإخلال بالأمن العام. C'est pour le protéger, parce que si je lâche, il le lynche. Il a été parmi ceux qui ont dit que le Sahara n'était pas marocain. Vous voulez que je le relâche? Mais il est malade, j'ai l'impression. Non, écoutez, c'est un Marocain, c'est une affaire intérieure, c'est pas parce qu'il est juif qu'on va en parler. Chez moi, il n'y a pas de complexe de juif. Il n'y en a jamais eu. بعد 17 عاما قضاها السرفاتي بين معتقل درب مولاي الشريف وسجن القنيطرة، وبعد جهود دولية قادتها زوجته كريستين، أفرج عن السرفاتي عام 91، لكنه نفي مجددا إلى فرنسا بأمر من وزير الداخلية آنذاك إدريس البصري بدعوى أنه مواطن برازيلي. إلى جانب نشاطه السياسي داخل المغرب، ناصر السرفاتي القضية الفلسطينية ورفض الجواز الإسرائيلي أكثر من مرة. وردا للجميل، كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد عينت له محاميا لمؤازرته في محاكمة عام 77. عام 99 وبعد أن تقلد الملك محمد السادس مقاليد الحكم، سمح للسرفاتي بالعودة إلى المغرب واستعادة جواز سفره، وفي بادرة رد اعتبار عين مستشارا لدى المكتب الوطني للأبحاث والتنقيب عن النفط. وفي نوفمبر 2010 غادر السرفاتي الحياة، تاركا خلفه ذكريات ثقيلة بسنوات الاعتقال والنفي التي خلدت اسمه كمناضل ظل وفيا لمبادئه.